كيقول المثل: ومن الحب ما قتل، والنية وقلة النية ما كيتلاقاوش. انا ريم اللي حبت وتزوجت في سن 16 سنة، وعارضت قرارات والدية وضربت بها عرض الحائط وتبعت قلبي، ولكن خديت تجربة. النهار المشؤوم اللي كلمت فيه الزوج ديالي وطلب مني انني نقطع وغادي يتصل بيا، داك النهار المشؤوم ولا نقولوا النهار السعيد، مكالمة ما تقطعاتش وسمعت مؤامرة خيوطها كيتنسجوا في دار عائلة الزوج وكل أبطالها العائلة المصونة ديالو. داكشي اللي سمعت كيهد الجبال وكيشيب ليه شعر الولدان. تفزعت وترعبت. الخطة كانت على أساس أنه غادي يقول لي مسافر، والخال ديالو غادي يجي عندي للدار وغادي يدخل بأي حجة وغيخدرني حتى نغيب عن الوعي، ويجردني من ملابسي ويصورني في وضعيات شادة ويثبت عليا الخيانة الزوجية. وفي ذاك الوقت زوجي وأخواته يجيو مع الشرطة ونتشد متلبسة. كما كتعرفوا في المغرب الفساد ولا الخيانة الزوجية، إلا كان الإنسان متزوج كيتحكم عليه ب6 أشهر السجن. تصوروا بنتي يلا عندها 17 سنة غادية تحكم ب6 شهور سجن، والناس تبدا تلوك في السمعة ديالها يمين ويسار. ولكن الله سبحانه وتعالى النية وقلة النية، وحتى ذنوب والدية اللي عارضتهم وما سمعتش لقراراتهم، واللي طلبوا مني انني نكمل الدراسة ونتوظف ومن بعد نفكر في الزواج، وبانني مازال صغيرة ومازال نية. ما علينا. فعلا صبرت وترهبت وبكيت وكلمت الاخ ديالي وجا عندي بسرعة وحكيت له القصة من الاول حتى الاخر، وطمني بانه معايا. ما قدرش نحكي لبابا ولا لماما. انا كما قلت لكم عارضت قراراتهم وخفت من ردة فعل ديالهم. الاخ ديالي طلب مني انني نمشي معاه في الخطة اللي غادي يصاوب، وفعلا الزوج كان خدا الذهب ديالي كامل اللي كانوا شراو ليا والديا بحجة انه يحسن من الوضعية زعما ديالنا، ولكن هو حسن غير من الوضعية ديالو. شرا سيارة ولا كيتعطر وكيتأنق وكيمروا ساعات وهو قدام المراية، وانا ريم البنت الحمقى نهار كامل من صباح حتى الليل وانا كنجري من اليمين لليسار، من المطبخ الغسيل النشير، ولكن كل شيء غادي تعوض. ما بقاش كيجلس في الدار. الام ديالو نسيت ما قلت لكمش كانت سليطة اللسان وكانت عدوة الله سبحانه وتعالى، ما كانت كتخاف لا من الله ولا من كلامه. صابها شلل، جابوها من المستشفى وبناتها كانوا كيتعاركوا شكون اللي غادي يكون بها، ولقاو بان ريم هي اللي خصها تكون بها، هي مرت الولد وهي اللي ساكنه معاها. وسكنت معاها وبقيت معاها وتكلفت بها واحتسبت امري لله. ولكن داكشي اللي نقص ليها الله سبحانه وتعالى انها تقدر تنوض من مكانها عطاه ليها في لسانها. كان لسانها متبري منها، ما كانش كتسكت، دائما نقد ودائما السب والشتم. ما علينا.
الزوج ما بقاش كيعمر الدار، وام الزوج كيما قلت لكم مشلوله ما كتقومش من مكانها. كان عندي متسع من الوقت، وكان عندي حتى المكان فين الاخ ديالي يتخبى عندي حتى النهار المشؤوم، لكي دخل الزوج وبسرعه كيجمع حوايجو وكيقول لي بانه مسافر. طلبت منه انني وحده في خواتاتو تجي تقابل امو، وانا غادي نمشي لدارنا شويه. منعني منعا كليا انني نخرج في ذاك النهار ولا نمشي عند العائله ديالي. وتماك فهمت بانه النهار اللي غادي يتنفذ فيه الخطه، والنهار يلي غتقلب فيه حياتي مزيان ولا خايب. خرج الزوج من البيت من بعد ما ودع الام ديالو اللي كانت حتى هي ملمه بكل التفاصيل وبكل الخطط. الرأي ديالي فهمت من بعد بانهم كانوا بيلبسوني قضيه الخيانه الزوجيه باش نخرج من المولد بلا حمص. يعني جميع حقوقي الماديه كلها كانت غادي تكون مهضومه، بالاضافه الى السمعه ديالي اللي ما كانش عندي غيرها. فعلا مر واحد الوقت اللي كان قليل وطرق الباب. كان معايا الاخ ديالي كما قلت لكم. فتحت الباب لقيت خال الزوج، قلت له بانه ما كاينش. قال لي معليش تقدري تجيبي لي كاس ديال الماء. قلت له واخا. ما طلبش منه انه يدخل، ولكن دخل وسد الباب وكانوا يديه مورا ظهره. وتما كنت فاهمه بانه عنده شي حاجه اللي يقدر يخدرني بها، وحاول يقرب مني. تكلمت بصوت مرتفع، وخويا خرج من حيث هذاك ما كانش عارف. شدو وربطو وطلب منه يقول الحقيقه، وهددو بزاف ديال الاشياء. ما بغاش. الاخ ديالي جردو من ملابسه وخلاه بالملابس الداخليه، ولبسناه واحد القميص ديال النوم ديال النساء اللي كان فاضح، وعمل له خويا مكياج اللي كان صارخ تحت التهديد، وصوره في اوضاع اللي كانت كتدل على انه، وفي الحقيقه كان مرعوب. اخ ديالي بعت الفيديوهات الناس وطلب منهم يحتفظوا بهم. وتماك خال الزوج اعترف بالقصه واعترف بالخطه وعلاش حاولوا يأذوني. ما دازش مده طويله كنسمعوا الباب كيتفتح بالساروت ولا بالمفتاح، وكيدخل الزوج واخواته ومعهم الشرطه. ولكن كانوا بغا يصدموني. ساعه هما اللي تصدموا. ما كانش لا خيانه زوجيه لا تلبس لا حتى حاجه. الخال تحت تهديد الفيديوهات اللي عملنا له اعترف للشرطه بكل الخطه. الشرطه خداتهم كلهم للسجن ولا لمخفر الشرطه باش يستجوبوهم. وانا كنت مصدومه وكنبكي. الشرطه حاولوا يطمنوني، ولكن انا مضيت في الخطه. الدار عندهم كانت مفرشه باغلى الاتات، وكان عنده واحد المبلغ مالي اللي كان مخبيه في الدار. بحكم كنت صغيره وكنت امينه وما كنتش كنمشي نقرب ليه المكانه. وكان واحد المبلغ ديال الذهب اللي من بعد عرفت بانه كان ناوي يتزوج عليا، وداك الذهب كان غادي يكون الشبكه ولا الجهاز ديال العروسه الثانيه. كل شيء هزيته، خليت غير بيت العجوزه حتى حد ما كان عارفه شنو كيوقع. تقريبا 5 ديال الكاميوات اللي خرجت من الدار، وكلهم آلات منزلية كهربائية اللي كانت غالية في الثمن وأرقى ما يكون وآخر موديل. وحتى الصالونات كانوا صالونات اللي هما غاليين
وراقيين. هزيت الذهب وهزيت الفلوس وديناهم لوجهة غير معلومة، ومشيت لمخفر الشرطة وانا لابسه واحد الجلابه مقطعه وحالتها، وبقيت كنبكي. كان تما واحد الضابط صديق ديال الاخ ديالي اللي عاملني باحترام وطمني. قلت ليه عافاك حميني منهم، ماشي بعيد انهم يسرقوني ولا يحطوا عليا تهمه اخرى. قالوا لي غير تهناي وسيري عيشي حياتك. في ذاك الوقت الاخ ديالي جاب محامي وطلب منه انه يطلقني، وفعلا بداو اجراءات الطلاق، والزوج وخاله واخواته كلهم تحكموا بالسجن، تهمة اللي كانت كبيرة. وفعلا خرجت من الدار ديال والديا وتزوجت بلا رضاهم، ودرت والنية وقلت النية ما كيتلاقاوش. النصيحة اللي غادي نقول للقاصرات: قرايتك قرايتك وقرايتك، ومن بعد فكري في الزواج. خاصكي ما تكونيش قطة، خاصكي تكوني لابوءة. في هذا الزمان الحب بوحدو ماشي كافي. بغيت نسولكم، الفكرة انني هزيت الفراش ديال الدار والذهب والمال حرام ولا حلال؟ باش تنصحوني. بين الزوجة والزوج ما كايناش سرقة، ولكن بغيت نعرف الحكم الشرعي. وخا تقريبا غادي نعرف الحكم الشرعي، هذا كان هو الدواء ديال الجرح اللي جرحني، وديال الخيانة، وديال الصدمة النفسية اللي صدمني. كانت هذه قصة ريم، البنت اللي كانت مازال مراهقة وحبات وتزوجات، وكانت حياتها غتدمر في سن 17 سنة. السلام عليكم.